السلام عليكم، معكم شكيب ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه شنو الوثائق اللي غنحتاجوا باش نقادوا شهاده السكنه. هذه الورقه اللي كنحتاجوها في العديد من الاجراءات مهمه بزاف، فما تنساش دير لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، تشترك بالقناه وتدير تعليق ونبداو. فشهاده السكنه كنحتاجوها باش نقادوا لاكارت الباسبور وزيد وباش نقادوها غادي خصنا نمشيو عند المقدم ونديو معنا جوج ديال التصاور. شهاده الملكيه بالنسبه لي الا كنتي ساكن في دارك او اذا كنتي كاري غتحتاج سواء نسخه من عقد الكراء او توصيل الكراء او التزام من عند صاحب المنزل. وفي حاله ما كنتي ساكن مع داركم او ساكن مع عمك او ساكن مع اخوك او شي حد من العائله يكفي كذلك التزام ليغاليزي من عند الشخص اللي ساكن معاه. وغنزيدوا على هادشي فوتوكوبي ديال لاكارت، وبالنسبه اللي قاصر اي غيقاد لاكارت لاول مره غيحتاج عقد الازدياد وفوتوكوبي ديال ولي الامر ديالو، زائد غنحتاجوا شهاده العمل او شهاده مدرسيه بالنسبه للانسان اللي مازال كيقرا. اما الانسان اللي ما كيقراش وما عندوش وثيقه كتدل على انه خدام غيحتاج تصريح بالشرف ديال عدم العمل. هذه الورقه هذه يقدر يخرجها من عند السيبر، يكفي يقول ليه بغيت تصريح بالشرف عدم العمل غيخرجوا ليه وغيمشي ليغاليزي ديك الساعه، ومن بعد غيزيدوا على الوثائق اللي كنا ذكرنا وغتضيف على هذه الوثائق كامله فاتوره ديال الماء او الضوء وحده فيهم وغتعطي هادشي للمقدم. من بعد المده ديال اليوم او اقل غتخرج ليك شهاده ديال السكنه، تقدر ديك الساعه تقضي بها الغرض اللي بغيتي. فاي تساؤل خليه ليا في التعاليق كنجاوب كل شيء. كان معكم شكيب، ما تنساش تشارك. نتلاقاو في بلان جديد، تهلاو.